هنعمل بقى النهاردة 3 أفكار لتوزيعية العيد، كلهم أسهل وأحلى من بعض. أفكار جديدة ما بياخدوش وقت خالص، وكمان خاماتهم بسيطة. عشان نعمل أول فكرة هنحتاج ورقة مقاسها 10 في 15، هتنيها بالنص كده، الجزء المفتوح على ايدي اليمين. نحط المسطرة كده وناخد علامة عند 6 وعند 7.5. نحط الورقة بالعرض كده ونبدأ ناخد خطين، الخط ما يبقاش جايب من اول الورقة لاخرها، يبقى في نص الورقة كده زي كده بالظبط. بعدين هنحط المسطرة مرة كمان ونعمل فتحة بقى بالقطر عند الخطوط دي بحيث تبقى بتتحرك معانا زي كده. بعد كده هرسم موجة عشوائية في الجزء اللي فوق واللي تحت ده حوالين الخطين اللي انا اخدتهم دول. نقص بقى الرسمة دي وده شكلها بعد ما نفتحها كده. انا عملت الباترون بتاعي، هرسم بقى الباترون ده على فوم ابيض. استخدمت فوم اوف وايت عشان اعمل راس الخروف، تنيته بالنص كده وبعدين هقص راس الخروف زي ما بعمل معاكم دايما في كل الفيديوهات. نستخدم بقى قلم جاف اسود ونرسم ملامح بسيطة كده. كمان هعمل خدود كده بالبلاشر ده، ممكن برضو نستخدم بودرة الطباشير، كيوت قوي. بعد كده هنعمل موجة صغيرة قوي كده في الجزء ده، يعني بنسيب مسافة من فوق وبعدين بنبدأ نرسم الموجة دي، وبأي قطر او مقص صغير كده هنبدأ نعمل فتحة عند الرسمة دي زي كده بالظبط. والفتحة دي بقى هندخل فيها راس الخروف بالشكل ده كده، وطبعا هنثبته بالشمع. بعدين جبت قطعتين صغيرين من الفوم الاسود عشان الزقهم على الايد، فهنثبتهم هنا كده، واي زيادة هنقصها. كمان لو حسيتوا الايد قصيرة شوية ممكن تطولوها بالجزء الاسود ده، وبقصه في النهاية كده بدوران بيبقى شكله حلو. بصوا شكله تحفة. نجيب بقى التوزيعات ونلزقها كده بدبل فيس ونثبتها هنا كده. هي كانت طويلة شوية فانا ميلتها كده عشان المساحة بتاعتها. بعدين هنقفل عليها الايد وهنثبتها طبعا بالشمع كده. اول فكرة خلصت، شكلها بجد تحفة وسهل قوي قوي. ندخل بقى على الفكرة التانية. هحتاج فوم باللون الابيض، فتحت البرجل على 5 سنتي ورسمت دايرة وقصتها. بعدين هعمل دايرة كمان بنفس المقاس بس بلون مختلف، والدايرة اللي لونها احمر دي هنتنيها بالنص كده ونبدأ نقصها على شكل قلب. هنبدأ القص من نص الدايرة كده بالظبط، هيطلع شكلها كده. بعدين انا هثبتها على الدايرة اللي لونها ابيض، فهستخدم اللزق ده، وممكن طبعا تستخدموا الشمع. هحط كمية صغيرة كده على الاطراف في الجزء اللي تحت ده، بس الجزء اللي فيه دوران بس هو اللي هيتحط عليه اللزق. بعدين ثبتها كده ولزقتها في بعض فبقت مفتوحة من فوق كده زي الجيب. بعدين قصيت وش الخروف على فوم اوف وايت بنفس الطريقة اللي فاتت. بنتني الفوم وبنكون محددين الشكل الاول وبعدين نبدأ القص فهيطلع معانا الشكل ده. بعدين هعمل شعر الخروف على حتة صغيرة كده من الفوم الابيض، هقصها كده بشكل عشوائي. عملت فيها كده يعني موجة من الاطراف وثبتها هنا كده. وبعدين هنرسم بقى الملامح بتاعة الخروف بالقلم الجاف الاسود. مش محتاجين ادوات كتير ولا حاجة عشان ترسموا الخروف كده، يعني القلم الجاف الاسود كفاية قوي. زي ما قلت لكم بلاشر قديم او اقلام فلوماستر او بودرة طباشير، يعني اي حاجة من دول ممكن نعمل بيهم الخطوة بتاعة الخدود دي. كده خلصناه. دلوقتي بقى هثبته في الجزء ده. بعدين جبت قطعتين صغيرين من الفوم الابيض عشان نعملهم ايد للخروف. هلزق فيهم من الاطراف كده قطعتين باللون الاسود، وبعدين هبدأ اقصهم بدوران كده. هعمل الايد التانية بنفس الطريقة وبالشمع كده هثبتهم هنا كده في الجزء ده على القلب. والزيادة دي ما تقلقوش منها، بعد ما نخلص لزق هنقلب الدايرة كلها ونقص الزيادة من الناحية التانية بالشكل ده كده. ودلوقتي ممكن نحط فيها اي حاجة عاوزينها جوه الجيب اللي احنا عملناه ده. جد شكلها كيوت قوي وتحفة. ندخل بقى على الفكرة التالتة والأخيرة، وكالعادة عشان نعمل الباترون هنجيب ورقة ونتنيها بالنص كده. بعدين رسمت عليها الشنطة اللي أنا حابة أنفذها. رسمت اليد بتاعة الشنطة في مساحة 6.5 سنتي، وباقي الشنطة زي ما انتوا شايفين كده يعتبر ما عملتش فيها حاجة. رسمتها سهلة قوي وبسيطة، وده شكلها لما نفتح. حطوها بقى على الفوم باللون اللي تحبوه واعملوا منها قطعتين، واحدة للوش وواحدة للظهر. وأنا هستخدم نفس اللزق عشان أثبتهم في بعض. وطبعا ممكن تستخدموا الشمع. طبعا احنا مش بنحط لزق عليها كلها، احنا بنحط على المستطيل اللي تحت ده بس. بعدين نثبت القطعتين في بعض كده. وده فوم مقاسه 6 في 7 هعمل بيه الخروف، فقعدت اقصه كده الاطراف بتاعته موجة عشوائية كده. فوم اوف وايت وقصيته كده بدوران. هرسم موجة كده وافتحها بالقطر.
وهدخل فيها راس الخروف. حبيت قوي الطريقة دي فعشان كده نفذتها كمان في الفكرة دي، لكن تقدروا تثبتوا وش الخروف عادي من غير ما تعملوا الحركة دي خالص. القلم الجاف بتاعنا ونرسم بقى الوش. بعدين قصيت اجزاء صغيرة كده عشان اعملها ايد ورجل للخروف، وعملت حركات كده في الاطراف بالقلم الجاف الاسود. والمرة دي بقى حبيت اغير فاستخدمت القلم الفلوماستر في الخدود، وانا سبته زي ما هو. ممكن تدمجوه كده باي منديل لو مش عاوزين اللون يبقى قوي او ظاهر كده يعني. بعدين نثبت الخروف على الشنطة وبس كده، في فيونكة وحركات وبس. دلوقتي نحط حلويات للاطفال او عيدية. كده تبقى كل التوزيعات بتاعتنا جاهزة، وبجد سهلين قوي 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 وشكلهم تحفة. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتس انهي فكرة عجبتكم اكتر، وتحبوا ننزل افكار تاني لتوزيعات العيد ولا كفاية.